كلنا بنحب الخضار الفريش في رمضان، بس مين عنده وقت؟ النهارده هخليكي تخزني الخضار كأنه لسه مقطوف. أول سر لخضرة المحشي الزاهية بعد التقطيع رشة زيت زيتون صغيرة بتغلفها وتحافظ على لونها. وزعي الخضرة في أكياس مسطحة واضغطي عليها كويس عشان تخرجي الهواء، كأنك بتطبطبي على الكيس. تاني سر بقى للجزر اللي دايما بيبوظ منك في التخزين، بعد ما تقطعيه سلقة خفيفة للجزر في مية مغلية هتفرق جدا في حفظ لونه وقوامه. مباشرة خديه من المية السخنة لمية بتلج، دي الصدمة اللي بتحافظ على اللون الزاهي والقرمشة. أما السر التالت بقى لتخزين البسلة الخضراء اللي كلنا بنحبها. التسوية بالبخار أحسن ليها مع نقطة ليمون عشان تفضل خضرة زي ما هي. أهم خطوة عشان الخضار ما يتكتلش منك في الفريزر ويمسك في بعضه، نشفيه كويس قوي على فوطة نظيفة. عبي كل نوع لوحده في أكياس محكمة الغلق واكتبي عليها التاريخ عشان تعرفي كل حاجة، وده هيسهل عليكي كتير. خدي بقى السر ده كمان علشان تعرفوا اني مش حرمكم من حاجة. بالنسبة للخضروات الورقية زي السبانخ واللي بتبوظ بسرعة في التلاجة، لفيها في مناديل مطبخ قبل الفريزر هتفضل معاكي زي الفل. كده بقى عندك خضار فريش طول رمضان في دقايق. قوليلي بقى انهي سر في اسرار التخزين دي كنتي تعرفيها؟ ما تنسوش لايك وشير ومتابعة لطبطبة روح عشان لسه عندنا اسرار كتير وطبطبات هتعجبكم. بحبكم.